في واحد من أساتذة جامعة تشرين كتب: رئيس جامعة تشرين في عام 1972 عمل دعوة لأساتذة جامعة تشرين ليحتفلوا دعوة عشاء ليحتفلوا بمرور سنة على تأسيس الجامعة. هي مؤسسة ب 1971. ب 1972 بده يعمل لأساتذة الجامعة عشاء، دعوة عشاء، مشان يعني احتفالا بمرور عام كامل. كان واحد من المدرسين بجامعة تشرين دكتور محمد سعيد رمضان البوطي الله يرحمه، كان يطلع من الشام كل يوم أربعاء يدرس مادة علوم القرآن بكلية الأدب العربي هناك، وينام باللاذقية ويرجع يوم الخميس. فرئيس الجامعة الدعوة اللي مساوية يوم الخميس المساء، العشاء يوم الخميس مساء. فكان جاي لعند مكتبة الجامعة يدعو أحد الدكاترة، كأنه كان مسؤول عن مكتبة الجامعة، وكان الدكتور سعيد عند مدير المكتبة. فرئيس الجامعة دعا الدكتور سعيد ودعا الدكتور المسؤول عن المكتبة. الدكتور المسؤول عن المكتبة شكر رئيس الجامعة وقال له: نتشرف إن شاء الله أن أكون. الدكتور سعيد قال له: بس إذا سمحت، أنا بيسعدني وبيشرفني هذا الشيء، بس أنا بدي أسأل والدي، بدي أسأل أبي. دكتور سعيد لما دعي هالدعوة كان هو عميد كلية الشريعة بدمشق. عميد كلية الشريعة بيعزمه رئيس الجامعة بتشرين، بيقول له: والله بس لأسأل أبي. فاستغرب رئيس الجامعة أنه أستاذ جامعي في عمره فوق 40 45 أكثر أو أقل وعميد كلية قال بدي أسأل أبي. بس قال له: كما تشاء. من عند المكتبة دق الدكتور سعيد بالتليفون على الشام، والده الشيخ الملا: السلام عليكم أبي، رئيس الجامعة جامعة تشرين يدعونا إلى عشاء في مساء الخميس عنده في ما بعرف مكتبه بيته، هل تأذن لي؟ شكرا أبي، السلام عليكم. فرئيس الجامعة قال له: الحمد لله يا أستاذ، مشي الحال، يعني هي أخذت إذن الوالد. قال له: لا والله بعتذر، لم يأذن لي أبي. تفاجأ رئيس الجامعة، أستاذ جامعي وعميد كلية بيقول بدي أسأل أبي. لا، وبعدين أبوه قال له: لا، ما قال له شيء يعني طول لي بالك يا أبي، والله حلوة، يعني رئيس جامعة مدعينا والزلمة قايم بواجبنا وهذا أمر لازم بروتوكولي. يا أبي أنا عميد كلية صرت، شو لا الله يخلينا إياك، هلا يلا حبجيب لك شوية سمك معي، مع السلامة. خلاص أبوه قال له لا الله يرحمه. فقال له: يا أخوان، هذا الأستاذ الجامعي قال أنا استغربت كيف يتعامل هيك. هلا هذا الشيء يرفع الدكتور سعيد رمضان البوطي الله يرحمه لما يخفضه بر أبيك وسماع كلمة أبيك والتزام أمر أبيك. هذا مما سطر له ومما كتب عنه. وهكذا أيها الإخوة، الحقيقة الحديث عن بر الوالدين وعن قصص بر الوالدين كثيرة. روى الخليفة المأمون أنه لم يرى أحدا أبر من الفضل بن يحيى بأبيه، فقد كان أبوه لا يتوضأ إلا بماء ساخن. فلما دخلا السجن، الفضل بن يحيى مع أبوه، فلما دخلا السجن منعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فلما نام أبوه قام الفضل وأخذ إناء الماء وأدناه من المصباح، فلم يزل قائما به حتى طلع الفجر. فقام أبوه فصب عليه الماء الدافئ. فلما كانت الليلة الأخرى السجان انتبه أنه هذا الابن حط علبة المي على هالشمعة. فلما كانت الليلة الأخرى أخفى السجان المصباح، قام هذه الشمعة، قام الفانوس أخذه. قال: فقام الفضل فأخذ الإناء فأدخله تحت ثيابه ووضعه على بطنه حتى يدفأ بحرارة بطنه، متحملا بذلك برودة الماء والجو. مشان أبوه لما يقوم الصبح بده يتوضأ تجي المي شوية دافئة. يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، والله مهما برت إحداكن أمها وأباها، ومهما بر أحدنا أمه وأباه، فهذا عز ورفعة وعطية من الله عز وجل بالدنيا والآخرة، وهو امتثال لأمر الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين